السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم لينا. صحة عيدكم وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. ينعاد علينا إن شاء الله كل عام بالصحة والعافية يا رب. وصفتنا نهار اليوم القريوش الوردة اللي راهو داير حالة في التواصل الاجتماعي، سهل وسريع جدا. بالنسبة للوصفة والمقادير، عندي هنايا 4 كيلات تاع فارينة. رايحة نضيف له هنايا ملعقة صغيرة خميرة فورية ولا خميرة الخبز. عندي ملعقة صغيرة ملح، ملعقة لافاني. نخلط النواشف. عندي هنايا نصف كيلة، يعني فوق النصف تاع الليدام. يكون بحرارة المطبخ يعني، ولا سخنيه وخليه يعاود يتماسك. كما قلت كيلة غير ربع هكذاك، ولا فوق نص كيلة. راح نبسس مليح العجينة نتاعي بهاد الطريقة. صدقوني الوصفة هذه راهي ناجحة مليار بالمية، والقريوش تاعك يجي بزاف مبسس، يجي ما شاء الله. في الوسط راح نحط حبة تاع البيض، نحط لها كمية تاع المزهر تقريبا فنجان هكذاك. نخلط ملح، يعني نفتح هذيك الحبة تاع البيض في المزهر هكذا، نفتحها مليح ونحطها. حنزيد نصف ملعقة او ملعقة صغيرة تاع الخل، راح يمد لنا قرمشة لهاد القريوش. عندي هنا كيلة تاع الماء، نبدا نجمع في العجينة نتاعي. انا دات لي كيلة سوا. كما قلت بزاف سهل هذا القريوش، يعني مام طريقة التحضير نتاعو سهل. فقط تخلي العجينة نتاعك تروبوزي وراح تمدلك الطوع هكذا. كما راكم تشوفوا راني نطم في العجينة نتاعي، نطمها مليح. نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها تريح على الاقل 4 سوايع باش نجي نخدمها. انا كنت مخته صباح وحشيه، يعني خدمتها بكل سهوله. هاي ليك نحيها، وراح نقسم العجينه نتاعي على 4. هكذا الان نفتحها بشكل الطولي. نحط فرينة من التحت هكذا، نغبر بالفرينة باش تجيني سهلة، يعني تمشي لي بكل سهولة. نجيب المايزينا او النشاء، رايحة نغبرها كامل من الفوق هكذا باش تمد لي هذاك التوريق. هاي ليك النشاء لا مايزينا، نديرها كامل، نفرشها من الفوق ونغطي عليها، نطويها بهذا الشكل. نفتحها، يعني نفتحها شويه ونخليها يعني حتى تزيد تروبوزي شويه، الوقت اللي نزيد نفتح العجينه الاخرى. كما قلت نفس الشيء، راح نفتح العجينه نتاعي، يعني نفتحهم كامل بين 4. هابليك بعد ما فتحتهم نعاود نغطيهم ونبدا نخدم بالوحده. عندي هنايا القيس تاع الحبه، انا درت كرتونه قطعت 20 سنتيم على 10 باش تجيني كامل على حبه.
هكذا بهذا الشكل، ونجيب الجريورة تاعي ونفتحها، نقطع هكذا. تقدري يعني تقطعيهم كامل وبعدها تجي تخدمي هكذا باش يجيكم اسهل. واذا كانت يعني حسيتيها كانت خشينه، ما لازمش نخلوها خشينه وماشي رقيقه يعني حتى يبان بلون دو طرافاي، يعني متوسطه. واللي عندها يعني الماشينه تاع التوريق تفتحها ما قبل الاخيره هذيك الرقيقه اللي فوقها. الان نجي نقطع في الوسط بهذا الشكل، يعني قد ما قطعتيهم رقاق راح تمدلك شكل شباب. نجي نطويها على 2 هكذا، ونزيد نطويها على 2 مرة تانية، يعني هنايا كامل راني نطويها على 4 هكذا. نكسلها شوية ونجي نقطع الأطراف باش ما يجونيش خشان. نعاود نجبدها بهذا الشكل ونجي نطويها كيما راكم تشوفوا هكذا، ونعاود نرجعها. قبل هذا نمسح بشويه ماء ولا بياض البيض باش لصقلي وما تفتحش معايا في المقله. وهذا هو شكل، شوفوا قد يعني الشيء سهل بزاف، خير من هذيك تاع الضفيره، يعني هذه راهي اسهل. نزيد نخدم واحده معكم وتشوفوها بكل تفصيل بهذا الشكل. بعدها نجيب المقله نتاعي ولا كسرونه هكذا، لازم تكون غامقه شويه، ونحطوا الزيت حتى تسخن، ونحطوا الحبه نتاعنا. بعود الشواء هذا نفتحهم كامل بهذه الطريقه هكذا باش تطلع لي وتتنفخ وتتورق معايا. راكم تشوفوا شحال سهل هذا القريوش، ويجي شكل تاعو بزاف شباب. نجي نقلبها يعني حتى تبدا تحمر من تحت، نقلبها بكل سهوله. راح نكمل كامل الحبات نتاوعي، وبعد ما نحوم يعني من عفوا ما نعسلوهمش حتى كي نجو نحطوهم، يعني كي نجو نقدموهم نعسلوهم ونضيف لهم كميه تاع الجلجلان. بهذا الشكل نكون كملت معكم الوصفه تاع اليوم. نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، ونقول لكم الى اللقاء مع وصفات اخرى.